إطلالة سريعة مرة أخرى على مباراة الزمالك وسموحة اللي ما خدتش وقتها في الحقيقة نظرا لضيق الوقت ما بين نهاية المباراة الأولى وبداية مباراة بتروجيت والشرطة. هنرجع كابتن شاذلي لمباراة الزمالك. الزمالك اليوم حقق 3 نقاط مهمة جدا خففت الضغط على الجهاز الفني وعلى اللاعبين وكان فوزا مستحقا، ولكن يبقى أن هناك ما زالت سلبيات أهمها من وجهة نظر الكابتن الشاذلي. هو أهم السلبيات يعني يمكن الشوط الثاني السلبيات دي اختفت تماما، لأن فرقة سموحة يعني اختلف وضعها عن الشوط الأول. الشوط الأول لما سموحة كانت كويسة كانت السلبيات موجودة بالنسبة للزمالك، وخاصة زي ما احنا بنقول دايما وسط الملعب بالنسبة لنادي الزمالك وقلبي الدفاع اللي مشاكلهم دايما واخطائهم بتسبب اهداف ضد نادي الزمالك في اوقات، اللي هو هاني سعيد ومحمود فتح الله. دايما الاهداف بتيجي من الكرات الاماميه في العمق، ومفيش مفيش ميل في التغطيه، بيلعبوا الاثنين على خط واحد. نص ملعب الزمالك ما بيحاولش يضغط على المنافس عشان يقطع قبل ما تتلعب الكرات الطويله. لكن الشوط الثاني طبعا لما سموحه قال لك انا متعادل 1-1، طب ما نرجع بقى ادافع واستهلك وقت. طبعا الفرقه اللي بتفكر كده زي ما احنا بنقول دايما هنا بتتغلب على طول، ما بتستمرش، وده اللي حصل بالنسبه لسموحه. الزمالك ابتدى يعمل اسلوب ما عملوش الشوط الاول، انه يمتلك الكوره، يعني يحتوي الكوره وبيقعد ينقل نفسيا ان انا بوري سموحه ان انت يعني امكانياتك مش قدي، لا الجماعيه ولا الفرديه. الزمالك الشوط الثاني بينقلوا الكرة اكتر من 7-8 نقلات، وده ما كانش موجود الشوط الاول. صحيح هي في مناطق النقل في مناطق مش مؤثره، لكن نفسيا انت بتوري المنافس ان انا احسن واكفأ منك في الاداء الجماعي والاداء الفردي. طبعا في نجوم في اللقاء النهارده اثروا كتير جدا، محمد عبد الشافي الظهير الايسر، حسين ياسر نجم اللقاء تماما يعني. عمرو زكي بتحركاته وجهده وعرقه، ده جول طبعا. الهدف الثاني بنشوف عبد الشافي جمله جميله وتفاهم وربط بين الكابتن وجوال عبد العزيز عبد الشافي. جول جميل جدا، جول من الاجوال اللي بنشوفها من اهداف اصحاب الفكر. الفكر يعني هو احلى حاجه بقى يا كابتن في الحقيقه، كابتن فاروق برضو لو تتفق معايا في التعبير عن الفرحه. يعني في الحقيقه منظر جميل. شفت بقى الفرحه تملكت الجميع. أيوة. يعني شيكابالا وعمرو زكي وحسين ياسر في الحقيقه يعني، وطبعا حسن مصطفى والافريقي كمان بوكوني معنويا ابو كوني. يعني في الحقيقه يعني لقطه كانت جميله، واحنا متفقين. وكان جمهور نادي الزمالك في الحقيقه في حاجه لان يرى هذه الصوره عشان بالزبط. يشعر كمان ان الجهاز الفني واللاعبين في روح بتجمعهم. دي جميله في الحقيقه. يعني شوف اتفقنا من قبل المباراه يا كابتن طاهر، عمرو زكي شايل عصفوره. الزمالك لما بتجيب شايل عصفوره اما بتجيب هدف بيبقى عندها افراط فرحه ان ده المسؤوليه المعنويه على اللعيبه. بتديهم حته ان هم ما بيجيبوا هدف بيبقى الفرحه عاليه جدا، ان الضغوط عليهم سواء من بره او في الملعب. ان الزمالك فريق كبير، يعني انا في اعتقادي الزمالك لما يجيب هدف عادي نجيب هدف واثنين وثلاثه، لكن نظرا للظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك واللعيبه وعدم التوفيق في الفتره اللي فاتت والنتائج، لما بيجيبوا هدف بيبقوا مبسوطين، وخصوصا ان الزمالك كان خسران وحول الخساره من 1-0 الى 3-1. دي تتحسب للعيبه وللجهاز الفني، لان انت على مدار الشوطين تباين اداء الزمالك الشوط الثاني. واحنا ما قلنا عم حسين ياسر يخش جوه الملعب يبقى تحت راس الحربه في الثلث الوسطاني، وشيكابالا ما يلعب في الثلث الوسطاني، هيبقى مؤثرين اكتر ما يلعبوا على الخطوط. واحنا شايفين حسين ياسر جاب الهدف منين؟ شوط ضربه جزاء من على الجنب. يعني بص يا كابتن، احنا هو ده اللي كنا بنقوله من الشوطين، ان الاثنين بيلعبوا، شيكابالا قافل على احمد غانم وحسين ياسر قافل على عبد الشافي. هنا ما بقى في تفاهم وانسجام بين عبد الشافي وحسين ياسر، خلقوا فرصه لبعض ان هم يجيبوا الهدف. لو رجعنا للهدف هتلاقي ان فكر الكره بدات من عند شيكابالا جاي من ناحيه من الطرف. ده ثلاثي الفكر، يعني ده عايز اقول ايه، دي القراءه الفكريه لبعضهم. بص اتحطت الكره هتوصل لعبد الشافي ناحيه الطرف الشمال. بص حسين ياسر هيتحرك ازاي بقى. كان الاول طول الشوط الاولاني حسين ياسر هو اللي بيلعب وينج ليفت، هو دلوقتي بص عبد الشافي هيروح هيخترق حسين. بص حسين ياسر بص راح ازاي. هنا دي شغلته بقى، مش شغلته ان هو يلعب على الطرف. واحنا لما بنيجي نلعب 4-4-2 امتى لعيب النص الملعب اللي هم المهاجمين يروحوا على الطرف،
اما يكون الظهير الايمن معاه الكوره وعايز يلاقي حل ليه ومخرج له لعيب نص الملعب على الطرف، لكن لعيب نص الملعب يروح يقف على الطرف من بدايه الهجمه، قفل على الظهير الايسر او الايمن اللي هو المدافع اللي جاي، الزياده العدديه اللي حصلت دلوقتي بيبقى عامل له مشكله. هنا تحرك حسين ياسر اللي اتحسب لحسين ياسر قبل الهدف، تحركه في استلام الكوره، لان هو جاي من تحت في مكان مناسب جدا ومكان فيه حركه واداء حركي بشكل جيد، واستلم كويس جدا، ما فيش ضغط عليه، حط جسمه بشكل كويس جدا، عمل استرتش رجله كويس جدا، عمل في الكوره دي حط وضع جسمه التشريحي هايل للكوره. يعني هتلاقي الكوره جسمه الحوض بتاع رجله، بص يا كابتن الحوض بتاع رجله هيلف مع كتفه في الكوره، بص زي اللي بيلعب تنس، شوف كتفه مع الحوض بتاعه، يعني حط قمه الاداء زي اللي بتعلم واحد. بص المهاره بيلم الكوره ازاي، بص بقى هيحط جسمه التشريحي بيلف، هو بيلف، هو شوف لف ازاي يا كابتن، وبيحط الكوره رجله اليمين مع كتفه الشمال بيلف، يعني بيوجه الكوره زي ما عايز، زي ما عايز. يعني ده بيدي درس النهارده ازاي انا بمرر، ازاي انا بجيب هدف، ورغم الكوره مش قويه، الكوره ضعيفه لكن محطوطه في مقتل. اللي ساعده على كده هو الوضع التشريحي لجسمه في التصويب على المرمى. شيكابالا قبل ما يخرج كان اشتغل كويس وكان مؤثر، لكن انا عايز اقول النهارده الزمالك طبق 4-4-2 بشكل جيد جدا في الشوط الثاني. في الشوط الثاني اما هبط الاداء الفني والتكتيكي والمهاري والبدني لسموحه، فاصبح الزمالك اعلى. سموحه اما هبط الزمالك علي، اما كان سموحه هنرد في الشوط الاول كان الزمالك عنده مشاكل وخرجنا الشوط الاولاني 1-1، لكن الشوط الثاني ما الزمالك اللعيبه بقى بتاعت الزمالك اللي بتعبر عن نفسها في النواحي البدنيه، في النواحي التكتيكيه، في النواحي المعنويه، في النواحي الذهنيه، ان ده الذهن، ده الفكر بتاع حسين، دي مهاره ذهنيه ان هو يفكر ان يبقى الحل بتاعه ان هو يجيب هدف وحاطط الهدف